الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق وبعد الامين. ثم اما بعد، انا كنت اتكلم في حاجه ولكن الايات اللي قراناها في الركعه الاخيره والله الايات يعني تخلع القلوب. اظلم زي ما انت عايز، افعل في الدنيا ما شئت، ولكن في النهايه هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لتدبرت في سورة الرحمن تحديدا حوار ما بين الشيطان وما بين أتباعه في الدنيا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وينتهي الحوار ويدخل لو تدخل الآيات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ثم بعد ذلك الله عز وجل يضرب لنا مثلا بالكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إنسان لما يتكلم الكلمة التي ترضي الله تبارك وتعالى ويدل غيره على الخير، الله عز وجل يرفعه بهذه الكلمة درجات. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة برضوان الله عليه لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها درجات. ممكن تتكلم كلمة بسيطة ولكن في الخير الله تبارك وتعالى يرفعك بهذه الكلمة درجات في الجنة. ثم بعد ذلك ومثل كلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه عياذا بالله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم عياذا بالله 70 خريفا. وتنتهي السور بآيات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقبلها ولم تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ممكن إنسان يظلم ويطغى على حقوق الآخرين، يأكل أموال الناس بالباطل ويفعل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يرضيه. يعني إنسان عاصي لله عز وجل ويفعل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يرضيه من الدنيا ما شاء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج من الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به اللي حصل فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عايز فلوس خد، عايز عقارات خد، عايز اللي انت عايزه أي حاجة تحتاجها الله عز وجل يلبيها لك، ولكن في النهاية فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا اللي حصل أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وده ذكرنا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضراتكم تعرفوه أتدرون من المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس ايه؟ مش معاه فلوس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة بيصلي صلي ويحج ويتصدق ويفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولكن في النهاية يأتي وقد شتم هذا ظلم ولا مش ظلم، يأتي وقد أكل مال هذا ظلم ولا مش ظلم، يأتي وقد سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه اللي حصل أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح به في نار جهنم عياذا بالله. يبقى مع ذلك يصلي ويحافظ على أوامر
حد معاه عربية مع موبايل؟ عربية موبايل وفي صفحتين مع خلاص موجودة فتختم أو الصورة بآية هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. الإنسان حينما يتفكر ويتذكر في هذه الآيات لابد وأن يأخذ منها العظة والعبرة. حتى لا يعرف يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل ينعم على عبده ومقيم على معصيته استيقظوا بالدرس دلوقتي. لا عايز تقول في المفلس؟ طب شوف بس الحديث ده الأول. ماشي بعد كده